في الفيديو اللي فات اتعلمنا مع بعض ازاي نعمل كوردات، وطبعا اللي متابعش الفيديو اللي فات هتلاقيني سايب له الرابط اسفل الفيديو. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل بيز جيتار، وازاي نخلي البيز جيتار بتاعنا يبقى ماشي مع الكوردات بتاعتنا، ما يبقاش البيز جيتار في حتة والكوردات بتلعب في حتة تانية. طيب تمويه كده، تعالى نسمع اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات. بعد ما سمعنا اللي احنا عملناه دلوقتي عايزين نعمل البيز بتاع الموضوع دوت. عملنا الكوردات، نفترض ان دي الكوردات بتاعت المهرجان بتاعنا. عايزين نعمل البيز اللي يبقى ماشي معاه وما يبقاش فيه اي نشاز. اول حاجة هنخش كده هنا، هنختار مثلا اي آلة، نختار البيورتي برضو فيها بيز جيتار كويسة للمهرجانات. هنختار الصوت ده، هوطيه بس كده عشان ما يبقاش ضارب. هخش هشوف الكوردات انا لعبها في انو باترن. هخش كده اهو، دي الكوردات بتاعتي اهي، وهبدأ ان انا اخش على البيورتي هنا. ركز معايا بقى في الخطوة دي كويس، عشان الخطوة دي هي اللي بتمشي عليها. شايف ركوز الكورد فين؟ ركوز الكورد اهو، وهنا ركوز الكورد التاني. يبقى المفتاحين اللي هنلعب بيهم الكوردات البيز جيتار عفوا بتاع الكوردات يبقى الاي والدي، الاي والدي. طيب نختار بقى الطبقة اللي هنلعب بيها. يعني مثلا انا هنا جربت هنا الطبقة كويسة، لكن لو عملتها هنا هتبقى تخينة قوي، فانا مش عايزه كده مثلا. طبعا تعالى نوسطن كده بس الايه، هنعمل كده. الاي بيرد على الاي اللي فوق منها، يعني لو انت لاعب اي 4 هيرد عليه اي 5، اي 5 برضو كده مثلا اهو. انا شايف الكوردات كده تخينه قوي، فكل اللي انا هعمله هطلع بيه اوكتاف. طبعا شايف اهو ماشي معاه بالظبط، اتناغم معاه اهو. وننزل على الكورد ده، شايفين الدي اهي، هنحط الدي برضو هيرد على الدي 6 اهو. كده الدنيا هتلاقيها ماشية. زي ما انت شايف طبعا الكورد، عشان انا قاصص هنا الكورد التاني بيرجع تاني. يعني انا هنا لو عملت كده هيشغل لي الكورد التاني. طبعا عشان قلنا في الفيديو اللي فات ان في مهرجانات بتبقى فيه حتت ماشية كده وحتت ماشية كده، حتت فيها رص، حتت فيها لحن مثلا زي اللي في الاولاني ده كده. وانت كده عرفت ازاي تطلع البيز جيتار بطريقة سهلة جدا وطريقة احترافية. طبعا في طريقتين للعب البيز جيتار. تعالى كده، دي اول طريقة اللي هي الاعتيادية. في الطريقة التانية اللي هي مثلا، تعالى نعمل واحد تاني هنا كلون، تعالى نفصل ده. في الطريقة التانية بنفس السلم برضو وكل حاجة، بس هيبقى اللعب كده مثلا.
يعني انا على ما اعتقد ان انا ممكن اخلي ده كده في الكوردات اللي هي يعني الكوردات اللي اللحن فيها بينزل ويطلع، وممكن اخلي اللي هي ديت في الحتة اللي الكورد بيبقى فيها ثابت اللي هي هنا، بحيث ان يبقى فيه اختلاف. طبعا كل اللي انت بتعمله ان انت بتنقل مثلا الكورد ده كده، انا عملته فنقلته هنا، كذلك الكورد ده برضو انا عملته، او البيز عفوا اللي انا عملته نقلته هنا برضو على باترن. انا بس بخليه في نفس الباترن اول ما بعمله، وبعد كده بنقله عشان خاطر يبقى فيه الخطوط باينة بتاعة الكوردات، وابدأ ان انا اشتغل عليها، ما بقاش تايه، ابقى شايف العلامات. وهنا الكورد ده اهو عملناه كده، ودوت اللي هو 2 ماشي كده اهو. ممكن نفصل دي كده وشغلنا كده. يعني ممكن برضو نلعب لعبة تانية ونرفع طيب كده انت فهمت ازاي تعمل بيز جيتار، وفي الفيديو اللي فات برضو فهمت ازاي تعمل كوردات. هنا شرحنا ازاي بعد ما نعمل الكوردات ازاي نستخرج البيز جيتار منها ويبقى الموضوع متناغم، ووريت لك بشكلين، وطبعا في اشكال تانية كتير. وانت الفكرة ان انت بتمشي على اخر خط من الركوز بتاع الكورد. دي حاجة مهمة جدا، خصوصا لو انت ما بتعرفش تعزف او الكلام ده كله، فبتقدر ان انت من عن طريق الكوردات تقدر ان انت تجيب البيز جيتار بتاعك بطريقة متناغمة وماشية. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هشرح لك ازاي تعمل ارضيات، اللي هي الحاجات الصغيرة اللي بتبقى صوتها واطي ماشي تحت التوزيع بتاعك ويكون منغم الدنيا. لو عجبك الموضوع ما تنساش تشترك في القناة لو انت ما اشتركتش، ولو اي كومنت انت عايزه اكتبهولي، وانا ان شاء الله هرد عليك واعمل لك موضوع للفيديو بتاعك. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.